السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ رمضان كريم عليكم ان شاء الله يا رب، والله يتقبل منكم الطاعات. جيت اليوم وياكم بهذا الفيديو من باب التحفيز واسولف وياكم، شوف شخباركم، شو مسوين ما مسوين، شلونكم برمضان. هنا أنا بديت احضر بالفطور. عندي بهذا القدر على يسار الشاشة بلوبيا، هاي اللوبيا الحمراء سالقتها، وهنا أنا راح أسوي الشوربة. خليت زيت وشوية بهارات، وراح أحمس العدس وياهن. أنا ما أخلي بصل، يعني إذا أنتم تخلون بصل بعد بكيفكم. ومن بعدها راح شوي أحمسه، أخلي العدس ياخذ طعم البهارات والزيت. ومن بعدها راح أضيف له مي وأخليه يسلق على راحته، ونكمل فطور إن شاء الله أنا وياكم. أنتو شخباركم؟ شلونكم ويا الصيام؟ سويتوا ما سويتوا؟ بديتوا تقلصون السفرة لو بعدها نفسها؟ يعني شايفين يعني واحد ورا العشرة الثانية برمضان ما أعرف يتعب، ما أعرف شنو، يعني يبدي يظل يقلص بالشغلات، واكو لا والله مستمرين محافظين على نفس الوضع. يعني اخر شيء يظل شنو مستمر، بس اللبن، يعني هذا اللبن لازم يوميا موجود، والتمر. يعني الكاستر تشوفونه يملونه، الشوربة يملونها، بس حتى شنو ما يصير ملل غيره. يعني يوم كاستر، يوم محلبي، يوم حلاوة شوكليتية، يوم حلاوة شعرية، يوم يعني هاي السوالف على مود ما يملون. والشوربات هم مرة شوربة عدس، شوربة ماش، شوربة خضار، شوربة حليب، يعني حليب وتمن كلش طيبة. وهنا بدأ يسلق العدس، راح أضربه هيك بالهاند بلندر فد شرختين ثلاثة على مود شوية يسحق عندي العدس ينهرس. ومن بعدها أضيف للشعرية. هنا أنا سويت كاستر أخضر. المقادير مالته يعني أنا أسوي على قد يعني الكمية اللي تكفينا. خاشوقتين حليب كبار، وخاشوقتين كاستر كبار، و4 خواشيق شكر، والمي. يعني انت لحد ما تشوفين القوام اللي تحبونه. اكو ناس يحبونه حيل ثقيل، اكو يعني يحبونه متوسط. اني هسه هيجي راح اطفيه، ومن يبرد هم راح يثخن، راح يصير قوامه هاي هي. وهنا أنا هذا التمن، شنو التمن، اللوبيا الحمراء راح اسويها تمن وياكم. صراحة يعني كنت شو اسوي اليوم، شو اسوي؟ اسألهم، واحد يعطيني فكرة هيجي فاول ما تعجبني، واحد يقلي بكيفك، فقلت لهم سكتوا أنا راح أقوم. فتي من تدخلين للمطبخ، تفتحين الثلاجة، تفتحين المجمدة، راح تخطر ببالك. ومرات لا والله، يعني قبل بيوم فكرة إنه شو أسوي، وهو كله خير وبركة، يمو شغلة أكل وش أسوي وش ما أسوي. كله نعمة رب العالمين. وأهم شي واحد الله منطيه ستر وصحة وعافية ومرتاح باله. الباقي كله هذا الأكل وهاي السوالف كله حشو مصران. أهم شي واحد عنده صحة وعنده عافية. هسه هنا أنا من بدت هيجي تثخن الشوربة راح أنصيها شلون تهدير التمن وأبقيها، يعني تستوي على راحتها، هيك تظل تفقع كيفها، ترتاح أحسها. يعني الشوربة من تطفينها وهي كانت عالية نارها، أحسها ما هادرة، مو مثل ما تنصينها لو 10 دقائق بس هيك تخليها تاخذ راحتها، تنطي طعم وهيك يصير بيها. شايفين هاي شلون القشوة اللي تصير بالروبة؟ يعني هاي معناتها شنو؟ استوت على حسب الأصول، طلعت لها هاي القشوة الفوق.
هسه هنا أنا عندي الدجاج راح أسويه. خليت شوية زيت وراح أخلي البصل أني هيك بس أقشره وأغسله وأخليه، لأن على مود من يستوي أطلعه، ما يحبون شكل البصل بالأكل. وسويت هاي هنا دجاج، نص دجاجة أسوي، لأنه مو كلهم يحبون الدجاج. دائما يعني أكرر هاي الشغلة، على مود ما تقولون شو قليل نص دجاجة، لا هاي وتبقى منها، لأنه مو كلهم يأكلون، بس 2 يأكلون دجاج. هيك أعطيه 5 6 بكيفكم، هيك تشويحة يعني بالزيت. خليت له ورق غار، وخليت له نومي بصرة، وشوية هسه راح أهم أخلي له بهارات مال الدجاج، مال القدر، أي بهارات انتو تحبونها خلوها. وأرجع أظل أحمس بيه على مود شنو راح أسوي أني، يعني أطبقه فوق التمن. فإذا ما أريد أرجع أقلي، شو أسوي؟ أخليه ياخذ لون بالحمس. شلون شوف هسه أريد أشيلها أراويكم إياها. هيك أخذت لون، يعني بعولها هيك انحمست. النوبة راح أضيف عليها المي الحار وأخليها تستوي على راحتها. مخليتها على العين الصغيرة. دائما تريدون الأكل يطلع بيه لذة ومستوي، تحسونه يعني ما على راحته. لا تخلونه على النار السريعة وتتوازون على وقته، يعني سويه قبل بوقت على مود شنو يستوي على راحته. جربي انت سوي الأكل على نار هادئة، وجربي على نار سريعة. على نار سريعة هيك راح يعني يستوي بس بدون لذة، بدون طعم. يعني أنا هيك أحس، ما أعرف إذا أنتم مجربين هذا الشي لو لا. خلينا طن ملح. دائما يقولوا لي أنت تخلينه هواي ملح بالتصوير، بالتصوير تقولون مخليه هواي ملح، بالحقيقة يقولوا لي شو الأكل قليل الملح، يعني ما أعرف يبين عندكم هواي، ما أدري. هنا أنا راح أسوي التمن، خلي زيت. بالمناسبة هذا التمن حتى بالزبد يصير، بدهن الحر، بأي شيء شنو اللي عندكم سووا. وهاي أكلة مال الجيل الطيبين، يعني ما أعرف أنا شلون خطرت براسي وسويتها. خاصة بالشتاء، هيجي أكلة شتائية طيبة وهم تغيير. يعني يمكن أنا صار لي سنة ما مسوية هذا التمن، فقلت خل أسوي لهم شيء يحسون يعني بالتغيير، صارهم فترة ما ماكلينه. راح أحمس اللوبيا ويا التمن هيك بالدهن، أنطيهن فد حمسة، ومن بعدها راح أضيف له المي والملح وأغطيه، أخليه لحد ما يستوي. انتو الساعة قد تبدون تسوون فطوركم؟ أنا حسب يعني حسب يعني إذا شغلة تطول أدخل من 3:30 هيجي، وإذا لا والله شغلة بسيطة 4 وشوية، يعني خير من الله وقت. أبدي أول ما شو أسوي، أول ما أدخل المطبخ، يعني نظفته وكملته كله من السحور، ما عندي بيه شي، أبدي أسوي اللبن وأسوي العصائر وأدخلهم للثلاجة، وبعدين أشتغل بالطبخ. أسوي يعني الكاستر، الجلي، هاي الشغلات أخلص منها، والنوب يلا أبدي بالطبخ. هنا أنا هسه نشف وراح أنصي على التهدير، وتقريبا هسه أنا كملت كل شي ما عندي. الساعة 6:15 هيك شي، راح أروح بعد أطلع من المطبخ، ما عندي. وهنا الحمد لله والشكر، مثل ما شفتوا ضرب المدفع وأذن وصلينا ولله الحمد، ودعينا لكم بالصحة والعافية لأمة محمد أجمعين. وهذا كان شكل فطورنا، حبيت أشاركه وياكم وأراويكم شنو اللي سويت اليوم، وكله خير ونعمة، وأنتم سهمكم ألف عافية، ويا رب العالمين يتقبل منكم صيامكم وقيامكم، ويتقبل منكم الطاعات، وينعاد عليكم وعلى عوائلكم بالصحة والعافية. لحد هنا انتهى الفيديو مالتنا، ألتقيكم إن شاء الله بفيديو جديد، في أمان الله وحفظه.